الرحمن الرحيم. اهلا بكم يا جماعه. طبعا اكيد مش معانا بس يعني اتفرجوا مع الفيديو. ابتداء من النقطه اللي كنا وصلنا عندها اللي هي الثلاثه سيشنز اللي اتكلمنا مع بعض فيهم، وكان بسبب وقت الناس وكده ما كانش في مجال لحوار الاونلاين دوت. فاحنا هنعمل ايه؟ هنعمل كالاتي، وارجو يعني ان ده ينال من حضراتكم استحسان يعني. بس لو حد له طلب تاني، وكده كده الريكورد طبعا مسجل، واي حد هيتفرج وهيبقى له اسئله، فده الطبيعي يعني، ده المنتظر، اكيد منتظر ان هيبقى فيه اسئله يعني. فبراحتك خالص تتفرج على الفيديو مره واثنين وثلاثه زي ما انت عايز، وتسال زي ما انت عايز مره واثنين وعشرة والف. مش حوار ان هو انا سجلت لك الفيديو خلاص واكنه فيديو على اليوتيوب وانت سمعته، لا ان شاء الله لا. وبالمناسبه هيبقى في اصلا تيست على المواضيع البيزكس اللي هتتشرح، اللي هي بدايتها النهارده مع الفانكشنز. يمكن انا مخلي الفانكشنز في كبدايه، لان هي تعتبر اكتر حاجه ادفانسد في الحتت اللي انا عايز اقولها. اللي جاي كله اسهل منها، فانا بادئ بيها لان انا شايف ما شاء الله الناس كانت بادئه متحمسه جدا، شيء بسطني جدا. فقلت استغل ده بان انا ابدا بالايه، بالحاجه مش بالاصعب، هي مش اصعب. تمام. فنبدا ان شاء الله ون ايه، وعلى بركه الله يعني، وما تحملش هم. هيبقى في صح بالمناسبه، هيبقى في تيست على النقط اللي هتتقال. يعني انا حبيت اقول النقطه دي في اول الفيديو. هيترفع لحضرتك اساينمنت مطلوب منك، ده بمثابه تيست يعني. ده مش من ضمن الاساينمنت والمشاريع اللي هتبقى اللي بتعملها في الكورس، لا دي بمثابه نتاكد ان حضرتك فهمت النقط دي. لان بقى ليه النقط دي يعني؟ يلا بقى ندخل. كفايه انا رغي من يوم الجمعه، انا عمال ارغي من يوم الجمعه. ليه بقى النقط دي؟ يعني مثلا كل نقطه زي ما اتفقت مع حضراتكم وانا بشرح في السيشن، ان اي حاجه هبدا اتكلم مع حضرتك فيها، اول سؤال ليه على طول. هناخد النهارده الفانكشنز ليه؟ هناخد النهارده البيفوت تيبلز ليه برضو؟ كده هعمل بها ايه؟ وخاصة هعمل بها ايه هنا؟ يعني هعمل بها ايه في الداتا اناليسيز ليه انا كراجل داتا اناليست، في الخطوات الخمسة اللي احنا اتفقنا ايه عليهم. طيب. مفيش حاجة صعبة ان شاء الله، كل حاجة هتكون سهلة. خلينا نشوف مثلا الخمس خطوات دول نفتكرهم. مش هنتكلم عليهم طبعا، الحمد لله قدرنا نوفيهم حقهم يوم الجمعه في اول سيشن لينا. ولكن يعني ايه، بسرعه عشان خاطر الاستذكار. طيب، فانا بقول لحضرتك النهارده انا هبدا معاك في الفانكشنز. فحضرتك اول سؤال تقول لي الفانكشنز دي هستعملها في انهي مرحله من ايه، من المراحل دي؟ ده بعد طبعا ما اقول لك ليه. طيب، ليه الفانكشنز؟ يعني خليني اقول لك ليه الفانكشنز. رقم واحد سريعا، هواي ليه؟ عشان خاطر بتساعدني باكسبلور وبريبير وكلين واناليسيس الداتا. حلو جدا. طيب، اذا هي بتمشي في ايه؟ ده الفانكشنز مهمه جدا، مهمه جدا. ولكن مع الوقت هتبدا نستغنى عنها، بس مش مع الوقت دلوقتي خالص يعني. لازم تتقنها، ما تاخدش كلمه هتستغنى عنها. بالمناسبه مش هتستغنى عنها استغناء تام، مستحيل. مستحيل تستغنى عنها استغناء تام، عشان بس الناس ايه ده، الله هنقدر نستغنى عنها فخلاص. لا لا، مفيش الكلام ده. طيب، ليه لا استغنى عن حاجات كتير؟ لان هاخد حاجات مور ادفانسد او حاجات اكتر، بس انا دلوقتي ما خدتش حاجه، فانت حضرتك ملزم بيها. ده الحاجه الاولانيه. اذا هي معايا في المراحل دي، وخاصه دي. يعني مهما حضرتك اتعلمت من حاجات ادفانسد، مش هتقدر ما تستعملهاش وانت بتعمل اي مشروع. طيب، مبدئيا كده عشان نبقى متفقين، انا بتكلم بسرعه بس دلوقتي عشان خاطر المقدمه اللي ما حدش بيحبها. مبدئيا كده عشان نبقى، ما فيش مشروع في الدنيا مهما كان صغير بيخلص بالفانكشنز بس، وما فيش مشروع بيخلص بالبيفوت تيبل بس، ما فيش حاجه بتخلص مشروع لوحدها. في اصلا ادوات انا بستعملها من ضمنها الفانكشنز، ان انا بعمل تيست على شغل. فناس ده التيست يا عم، ده تيست بالمناسبه، التيست لا يقل اهميه عن الشغل. اصل انت لو عملت شغل غلط، سوري يعني، ما اكنك ما عملته يعني، يفضل ما كنتش تعمله اصلا. طيب، فمرحله التست مهمه جدا، من ضمنها الفانكشنز من الحاجات اللي بتستعمل في التست، وهنشوف ده النهارده ان شاء الله. طيب، ومرحله الاكسبلورنج ان انا بستكشف الداتا، وان انا بكلين الداتا، وان انا ايه، بعمل اناليسيس. دول كلهم هنعملهم النهارده. طيب، النقطة الثانية ان هي هتساعد حضرتك ان انت تفهم بقى الحاجات الادفانسد اللي هتخلينا نستغنى عن حاجات منها. انت متخيل؟ يعني هي اللي هتساعدك انك تستغنى عنها. ليه؟ هتساعد حضرتك في فهم البيفوت تيبلز،
هتساعد حضرتك في فهم بعض حاجات في الباور كويري، لكن اكتر حاجه هتساعدك في فهمها الباور بيفوت والبيفوت تيبلز. اشمعنى؟ عشان خاطر الباور بيفوت فيه فانكشنز اللي هي الداكس والداتا موديلنج، وفي البيفوت تيبلز في الطريقه اللي بيشتغل بيها، طريقه عمل البيفوت تيبلز. يعني البيفوت تيبل بيعمل ازاي، بيفكر ازاي، طريقه تفكير البيفوت تيبلز. طيب حلو، مهمه جدا للانترفيوز، يعني بالذات للناس اللي هي جونيور وهتبدا تقدم على شغل. الناس اللي هي لسه عايز يخش المجال، مستحيل تخش انترفيو ما تتسالش في الكلام دوت، في الفانكشنز. تاني حاجه مهمه، الناس انا شايف ما شاء الله معظم الناس اللي معانا شغاله وكده، فمهمه جدا للشغل وبتسرع من الشغل وبتزود كفاءه حضرتك. طيب النقطه الثانيه، ودي اللي مهمه جدا بالنسبه لي، يعني دي يعني مهمه قوي. رقم واحد، اعمل ايه عشان خاطر ابقى يعني اوير قوي بالحاجه دي او افهمها. مش انا بقولش لحضرتك ان انا هنشرح كل الفانكشنز اللي في الاكسل، ما بقولش لحضرتك عشان تبقى داتا اناليست تبقى لازم تبقى عارف كل الفانكشنز اللي في الاكسل، لا خالص. بس عشان تبقى راجل بروفيشنال صح، لازم حضرتك تعرف بعض النقط كده، واللي من خلالها لما تفهمها بعد كده لما تيجي لو حبيت تتعلم برمجه. انا الكلام اللي بقوله ده اقسم بالله متاكد منه مليار في الميه. لو حبيت تتعلم برمجه، فانت يعني دي هتوفر عليك اكتر من تلتين الطريق، لو انت فاهم يعني ايه كونسبت ويعني ايه طريقه تفكير. لو حبيت بعد كده او مش حبيت، انت كده كده هتاخد ديت الحته بتاعه الايه، كتابه الداكس. ما تيجي نكتب معادلات داكس هتوفر عليك كتير لو فهمت النقطه دي. ليه بقى؟ هو انا عشان خاطر افهم الحاجه دي، انا كده عرفت انا هستعملها ليه، جميل جدا. اعمل ايه بقى يعني هعمل ايه بيها او عشان اعمل ايه بيها عشان اتقنها، اعمل ايه؟ رقم واحد، انا ما بقولش بعد اذنك انت عارف كام فانكشن في الاكسل، فده بيقول لي 10 واللي جنبه بيقول لي 20، فبقول لا ابو 20 احسن خالص. مش ده المقياس. المقياس ان انا قدامي سؤال، السؤال دوت سؤال للبزنس اللي انا شغال فيه، اجابه على السؤال ده هتكون بفانكشن، ممكن تكون في 4 فانكشن ممكن يجاوبوني عليها. مش الشطاره ان انا اكون عارف الاربعه، الشطاره ان انا اجيب اجابه السؤال باي واحده من الاربعه، بس خلص الكلام. يبقى من الاخر حضرتك تكون عارف كل فانكشن متى يتم استعمالها. ليه؟ لان اولا لا الجهاز هيقول لك عشان خاطر، يعني الاكسل مش هيطلع كده يقول لك بقول لك ايه انت عايز تطلع ايه ديت، استعمل فيلوك اب، ولا اقول لك لا استعمل سم اف، ولا اقول لك لا استعمل كاونت اف. الاكسل مش هيتكلم، الاكسل اللي انت هتقوله له هيعمله. نفس الكلام الناس اللي انت شغال معاها في كل، او خليني اقول لك في 90% من الاحوال، مش هقول لك ايه خد اعمل التاسك ده باستعمال كذا، ما فيش باستعمال. حتى في الانترفيو وهو مديك الكيس ستادي، مش هيقول لك ايه عشان تحل السؤال ده حله بسام اف، لا هو حاطط لك السؤال وقدامك جدول وجاوبني بعد اذنك. فانت لو مش فاهم الكونسبت، انت حافظ الداله حافظها صم، بس مش ده المطلوب، بس مش عارف ان انت المفروض تستعملها دلوقتي. يعني انت السؤال اللي البيزنس بيساله ده او الانترفيو بيساله ده، انت عارف يعني هو انت مش عارف ان هو بيتحل بسم اف مثلا، بس انت عامل دكتوراه في سم اف مش هتحله. ما هو انت قاعد عايز حد يقول لك ايه اعملها بسم اف، ما بس ما حدش هيقول لك. تمام كده تمام. يبقى اهم نقطه عندي دي ان انت حضرتك تبقى عارف هتستعملها امتى. حلو جدا. رقم 2، الفانكشن اللي انا عرفت ان دي اللي هتحقق لي الجول بتاعي بتشتغل ازاي. يعني ايه بتشتغل ازاي؟ يعني لما بكتبها للاكسل، الاكسل بيبدا يفكر ازاي. تمام كده. انا بجري في الكلام دلوقتي، بس كل النقط ده هتعرض لها وانا بكتب دلوقتي الفانكشنز عشان خاطر ايه المقدمه. طيب رقم 3، هي محتاجه ايه بقى عشان تشتغل. يعني انا خلاص قررت هكتب الفانكشن، طب الفانكشن دي بتشتغل ازاي؟ خلاص عرفت بتشتغل ازاي، او عرفت معنى كلمه هاو ات ورك، يعني الاكسل بيفكر ازاي لما الفانكشن دي بتتكتب له. رقم 3، هي الفانكشن دي عشان خاطر تشتغل محتاجه ينكتب لها ايه، الانبوت اللي هيدخل لها ايه اللي هو السنتكس. طيب ده طبعا الاكسل بيساعدني فيه، وجميع الايه التولز اللي بينكتب فيها برمجه او بينكتب فيها كود او بينكتب فيها فانكشنز بتساعد. طيب الاوتبوت هتخرج لي ايه بقى؟ المفروض هتخرج لك ايه ده حضرتك، ده الجول اصلا اللي انت جاي له، يعني انت عارف اصلا يعني هي المفروض تخرج لك ايه، ده المفروض انت عارفه. فاربط كده نمبر دي بنمبر ايه اللي هو ايه، يعني انا ده الجول بتاعي هو يعني وين يوز ات عشان خاطر تخرج لي الاوتبوت. تمام كده. طب ودي الطريقه اللي حضرتك تذاكر بيها، هنتكلم دلوقتي واحنا بقى. طيب احنا بنقسمها للداتا اناليست، احنا زي ما احنا متفقين مفيش حاجه اسمها انا هاخد كل الفانكشنز، احنا بناخد المهم في الاهم. حتى كمان كل دول مش هناخد كل اللي فيهم. ايه يا عم انت بخلان علينا ليه؟ لا انا مش بخلان على حضرتك،
انا بحط حضرتك الهدف الاول من السيشنز اللي هي في البدايه دي، ان انا بحط حضرتك على الطريق، بحيث ان انا لما اجي ابدا في المواضيع اللي هي انا مش هسيب فيها نقطه، لان هي دي الاهم ودي الاكثر عمليه، اللي هي زي البيفوت تيبل والكلام اللطيف ده. فدي اولى ابذل فيها وقت وطاقه حضرتك. لكن اللي انا هديهولك هنا كده النهارده باذن واحد احد هيكون بيحطك على الطريق ده. بعد كده انا هوصلك لمرحله باذن الله، ولو ما وصلتش لدي قول لي، مفيش ادنى احراج. هوصلك لمرحله ان انت بعد كده هتبدا انت تدور على الفانكشنز وتتعلمها، ده لو احتجتها. يعني مثلا مؤكد ان انت بعد ما نخلص السيشن ده في حياتك اللي جايه ان شاء الله ربنا يكرمكم، هتحتاج فانكشنز ما سمعتش عنها قبل كده. هتقول ايه يعني يا عم، تعالى بس هي كيمياء. انا عايز اوصلك للمرحله دي، ان مهما كانت النقطه خلاص انا راجل معايا عقلي وعارف هتعامل ازاي. تمام. فاحنا بنقسمها لوجيكال، statistics ولوك اب، يعني من الاخر دوال المنطق، والدوال اللي هي اللي بتعمل لي احصائيات سريعه اللي هي السمري، مش الاحصاء اللي هي الاحصاء، لا دي بتعمل لي سمري هنشوفها دلوقتي. واللوك اب ودوال البحث ودوال التكست خاصه بالنصوص ودوال الديت. مش هنتعرض النهارده للديت لهدف ما في دماغي يعني، بس اكيد مش هنسيبها يعني. طيب بعد ما نخلص، فحضرتك شايف ان في فانكشنز معينه بتتعرض لها في شغل حضرتك وما اتقالتش، بتكلمني فيها بقولها لحضرتك، ما فيش ادنى مشكله. لكن الهدف من دول انا ليا هدف تاني في دماغي مش هقول لك عليه دلوقتي، انت هتعرفه مع الوقت. وهوصلك لمرحله تقول عشان كده في السيشن بتاع الفانكشنز كان بيقول لنا 1 2 3، هوصلك لدي. طيب جميل جدا، يلا نبدا وكفايه رغي. طيب انا هبدا مع حضرتك، يعني مش هقول لك احنا هنعمل ايه، انا هقول لك سؤال البيزنس عشان نبدا نفكر مع بعض ونمشي بالسيكونس والخطوات اللي احنا قلنا عليها. طيب احنا عندنا هنا مثلا وليكن فور اكزامبل، طبعا الداتا اللي جايه كلها داتا فيها مثلا عشان السكيورتي وكده، فايه ممكن نلاقي حاجه مش لوجيكال مش عارف ايه الكلام ده، فعادي. المهم ان دي قدامنا مثلا، دي الداتا بتاع، خلينا نقول مثلا طلبه. حلو الكلام. الطلبه دي فبيقولوا لنا عايزين نعرف يا جماعه الطلبه دي، الناس دي نجحت ولا يعني رسبت، يعني هل الشخص دوت ناجح ولا رسب. طيب ممكن نجرب مثلا، لا اجرب مع حضراتكم لقطه ان انا اوريك حاجه في الاول مثلا. خليني اوريدي مفتوح، ماشي ما علينا، يلا. فانت حضرتك مثلا بتشوف هل تمام، هي كانت ماشي اكبر من 60، جميل جدا ما فيش ادنى مشكله. يبقى كده يبقى عندي الرول بتاع البيزنس بتقول لي ان الطالب ده عشان خاطر يكون ناجح، هنقول كنترول سي مثلا، خلينا كده ونقول له بيست فاليو، ودي كده كنترول سي بيست فاليو، وخلينا نمسح دول كده، هنعرف ليه دلوقتي، يلا. فالطالب هنا بيقول لي خش شوف لي مين اللي ناجح ومين اللي ساقط، ده مثلا دي درجات الطلب. فرقم واحد قال لي لا انت المفروض تجمع الاثنين دول. طيب عشان خاطر يبقى بنتكلم صح وبنتكلم لوجيك، حضرتك لما بتيجي، انا عارف دلوقتي الناس هتقول لك ايه يا عم ده داخل في الموضوع على طول، انا ماليش في الاكسل. طيب حضرتك لما بتيجي تدخل على اي تول بتكتب كود او بتكتب برمجه، لازم تحترم الكود دي، لان ممكن تكون نفس السنتكس ونفس المكونات ولكن بطريقه مختلفه. يعني ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني على سبيل المثال دلوقتي انا عندي الاكسل، طريقه كتابه المعادلات معاه ازاي، يعني الفانكشنز بتشتغل ازاي. رقم واحد دي سيلز اللي قدام حضرتك دي كده سلات، الخلايا دي كل مربع من دول اسمه سيل. حلو الكلام، اكيد حضراتكم عارفين. طيب الاكسل طريقه عمله ان انا بدخل جوه سيل منهم واكتب الفانكشن بتاعتي. في برامج تانية وفي تولز تانية مفيش سيل اصلا. ايه ده، انا هعمل ايه؟ ما انت بقى حضرتك بتحترم التول اللي انت شغال عليه، ما اصل انت ما قدامكش تعمل غير كده. هو بيشتغل ان انا بقف جوه سيل وبكتب الفانكشن بتاعتي. طيب الفانكشن دي ممكن تكون عباره عن ايه؟ يعني عباره عن حاجات كتير. طيب يعني انا مثلا خلينا على سبيل المثال هقف هنا كده مثلا وانا عايز اعد الناس دي، العد، الفانكشن اللي بتعد اللي هي بتقول كاونت. طيب مش دي اللي انا جاي لها، بس خليني بس بوضح لحضرتك طريقه كتابه اي معادله. ان انا بقف جوه سيل، وممكن مثلا في ناس بتعمل يقوم دايس هنا وانا هنا على السيل ادوس في الفورمولا بار اللي انا ضغطت عليه ده دلوقتي، ده اسمه الفورمولا بار.
اي فانكشن في الاكسل بتبدا بيساوي، بتبدا بايه؟ بيساوي بايكوال. طب لو ما كتبتش ايكوال مش هيقراها فانكشن، خليك بقى قاعد جنبها للصبح. يبقى ده كده ده احترام التول اللي انا شغال عليها، اللي هي مش هيشتغل الا لما اكتب له يساوي جوه السيل نفسها، اكتب يساوي واتوكل على الله. بس كده. طيب يلا يا عم، يساوي، كتبت يساوي ايكوال. انت عايز تعمل ايه؟ انا عايز اعمل كاونت، اعد. ده اللي انا عايزه. طيب فكاونت اسمها كاونت، اكتب كاونت سي. بص هيساعدك ازاي، بدا يجيب لك على طول الحاجات اللي بتبدا بالسي كلها دي، كل الفانكشنز اللي في الاكسل اللي بتبدا بالسي. طيب لسه ما مش لاقي كاونت قدامي، كمل بعد السي او مثلا، فهيجي لك بعد الاو يو، فجبت الكاونت اوكي. يا اما اضغط عليها دبل كليك، يا اما ايه، نرجع تاني، يا اما وانا واقف عليها كده اضغط ايه، تاب، بس لازم ابقى واقف عليها. طيب فبيقول لي ايه بقى، انا عايز حضرتك بقى تركز معايا. فبيقول لي من هنا بقى بدأ بقى ايه يساعدني. شايف حضرتك ده كده المرشد السياحي بتاعك، ده كده بيقول لك السنتكس ومكونات الفانكشن دي ايه، الحته اللي احنا كنا بنتكلم عليها. يعني الراجل بدأ يساعدك او بيقول لك ان انت محتاج فاليو واحد، بعد كده فاليو اتنين، وحاططها لي ما بين قوسين كده شكلهم غريب مش عارف ايه، هنشوفهم دلوقتي. طيب وفي اصلا قبل الفاليو اتنين دي في قامه كده صغيره انا شايفها. ماشي يا باشا. فخليني مثلا عايز اعد ايه، عايز اعد الارقام دي كلها مثلا كم رقم. طب ازاي؟ هتشاور عليها حضرتك، هتضغط عليها كده وكنترول شيفت سهم لتحت، ده اختصار كنترول شيفت سهم لتحت كده، انا سلكتهم كلهم. طيب عايز ارجع تاني لفوق من مكان ما كنت جاي، انا واقف كده عند السله رقم كام اللي هي 181، كنترول باك سبيس، رجعت تاني مكاني فوق. الاختصارات دي بتسرع الشغل. تمام كده. طيب اعتقد لحد كده الموضوع كويس يعني، حلو قوي. ورحت جاي ايه فيما معناه، بص الراجل كتب لي ايه لوحده، انا ما كتبتش دي بايدي، انا كتبت كاونت بايدي حلو، لكن هو الراجل كتب ده لوحده ماشي، بس ما انا كتبتهاش ليه؟ عشان حضرتك ضغطت وسلكت بايدك. طيب هو ما فيش طريقه غير كده؟ لا في، ممكن تكتبها بايدك لو حضرتك حافظ، او ممكن خلينا نمسح، او ممكن تسلكت بالماوس. بس الداتا طويل، انا هقعد لسه سلكت، ما عشان كده بقول لحضرتك الاختصارات اللي بتسرع الوقت. شوف بقى انا قد ايه نازلين، حلو قوي. وصلنا؟ طب الحمد لله وصلنا. عايز ارجع اقعد بقى سكرول لحد ما ارجع، ادي كده نقطه. طيب عايز مثلا اكتبها بايدي، انا حفظت من 100 من بي 2، من السل اللي اسمها بي 2 لحد السل اللي اسمها كده في نقطتين كده فوق بعض، دي معناها من الى يعني هو بقول له من بي 2، من بي 2 ادي النقطتين اللي فوق بعض لحد بي 181، هي كتبتها اهو بايدي مانيوال. طيب مفيش برضه طريقه غير كده، انا شايف في قامه وفي الكلام ده كله. طيب خلي القامه بعدين، احنا هنا يعني الهدف من الفانكشن السهله البسيطه خالص اللي هي كاونت دي، ان انا عاوز اوري حضرتك لو الناس ما عملتش اي فورمولا في حياتها على الاكسل بيتعمل ازاي. طيب مبدئيا لو في ناس الموضوع بالنسبه لها ممل وهي ادفانسد شويه في الحوار فتستحملنا، بس اوعدك في حاجات ليك هنا انت مش عارفها، مع احترامي لحضرتك يعني، في حاجات هنا خليك معانا احنا في البدايه بس. طيب عند حضرتك بقى نبدا كده. فهمت حضرتك الفانكشنز بتتكتب في الاكسل ازاي؟ ان انا بقف في السيل وبكتب الفانكشن بتاعتي وهو بيبدا يساعدني. طيب نيجي بقى لسؤال البيزنس بتاعنا كله بقى معانا من هنا، سواء اللي عمل قبل كده فانكشنز او لا. نيجي للسؤال بتاعنا. السؤال بتاعنا بيقول لي شوف اللي جايب 60 كمجموع درجات او اكتر، يعني اللي جايب 60 او اكتر، اكبر من او يساوي ال60، فالراجل ده يبقى ناجح. طيب تحت ال60 يبقى الراجل ده ايه، ما حلفوش الحظ، رسب. طيب طب هو عباره عن المجموع اصلا، انا هحكم هل اللي فوق ال60 دي على دي ولا على دي؟ قال لك لا ده على مجموع الاثنين على بعض، مجموع الاثنين على بعض. طب تعالى كده نشوف هنجمع الاثنين على بعض ازاي. قلنا ايه، هنعمل اول حاجه نبدا بايكوال، بيساوي. باشمهندس انت ما وقفتش في الفورمولا بار، عادي ما هو كتب لوحده في الفورمولا بار، ممكن في الفورمولا بار ممكن اخليني واقف في السل وممكن ابقى في الفورمولا بار، دي هتشتغل وده هتشتغل. طيب فاضغط له، انا عايز اعمل ايه، عايز اجمع دي زائد دي، خلاص يبقى ادوس على دي زائد دي اهو، ادي الجمع بتاعه. شايف حضرتك المربع الاخضر الصغير ده كده؟
فبضغط عليه بيعمل لي جمع عند كل، يقوم جامع لي الباقي زي اللي حصل في دي يطبقه على دي، اللي حصل في دي جمع الاثنين اللي قصادها يروح على اللي تحتها يجمع الاثنين اللي قصادها يروح على اللي تحتها يجمع الاثنين اللي قصادها وهكذا. دي كده حاجه اسمها ايه؟ الاوتو فيل. دبل كليك عليها او بسحب بجر بيها كده بتشتغل. حلو جدا. الحكم بقى اللي هو الحكم ده اهو على دي. طيب انا عايز اقول له ايه؟ بص بقى انا اعلم حضرتك تتعلم الفانكشن ازاي. انا ممكن ادخل اقول لك ايه؟ يلا يا جماعه فانكشن اف. انا بالمناسبه هشتغل اف دلوقتي. طيب بس مش ده يعني انا كده بضرك، انا وجهه نظري كده، انا شايف كده ان انا بضرك. طب ليه يا عم بتضرني؟ انا عايزك بقى تفكر. انا بقول لك دلوقتي، قلت لحضرتك شوف لو الراجل دوت جايب فوق ال 60 يبقى الراجل ده نجح، لو الراجل ده جايب اقل من 60 يبقى الراجل ده رسب. يبقى كده في حاجه اسمها لو. اول لما لسانك ينطق لو اعرف ان انت تستعمل اف. حلو قوي. ليه اف دي اللي هي تبع اللوجيك، تبع الفانكشن اللي هي لوجيك المنطق يعني. حلو جدا. طبعا ما فيش غنى عنها في شغلك. يا رب تتعلم تصنع طياره في الداتا اناليسيس. ما فيش مستحيل تخلص مشروع لما تعوز اف هتعوزها. حلو. عشان كده انا بادئ بيها. حلو جدا. وبادئ لك بابسط نوع فيها. فانا هقول له ايه بقى؟ يبقى انا الاول حددت ان انا هستعمل اف. ليه؟ عشان خاطر انا عايز قدام كل قيمه اعرف الراجل ده نجح ولا ما نجحش. وبالتالي في شرط. بص الكلمه شرط هتلاقي بعد الكي ووردز كده متعلقه، لما لسانك وعقلك ينطقهم اعرف ان انت محتاج اف. طيب فانا بقول لو الشخص ده هو جايب فوق ال 60 فالشخص ده ناجح، اقل من كده يبقى يبقى انا عندي شرط، اكشن معين لازم يحصل او شرط معين لازم يحصل، بناء عليه هيجي حاجه. يلا بقى يا عم بكفي رغي. بتساوي اف. هو لوحده جاب لي اف. قلنا ايه؟ دبل كليك او هو سلكت عليها كده اضغط انا على المفتاح كي. بص الراجل بقى المحترم هنا جاب لك قال لك ايه؟ قال لك لوجيكال تيست وبعدين كما. خلي بالك الكما دي مهمه جدا، لا تكون مستصغرها، لا هو الفانكشن مش هتشتغل الا بيها. طيب وانا هتعمد اعمل اخطاء النهارده اللي حضراتكم هتقعوا فيها عشان يعني هنشوف. طيب فبيقول لك ايه الراجل؟ بيقول لك لوجيكال تيست. لوجيكال تيست دي المقصود بيها، اتمنى يكون مع حضرتك ورقه وقلم وانت بتتفرج. لوجيكال تيست دي المقصود بيها الشرط. يعني اللو، يعني حضرتك بتقول لو جاب 60 لو جاب 60 لو جاب 60 دي الشرط. ده الشرط بتاع حضرتك. طيب لو جاب 60 دي اقولها له ازاي؟ يعني لو السل دي، ما هو ده اللي جاب، ده المجموع بتاعه، لو السل دي اكبر من او بتساوي، ايه ده اكبر من او بتساوي كتب عادي كده؟ لو السل دي اكبر من او بتساوي 60 كما. بص بقى الكما ده السنتكس اللي انا ماشي بيه، ده سنتكس. طب لو انا ما حطيتش كما مش هتشتغل. هيفضل. بص حضرتك هو عامل لي لوجيكال تيست هنا بولد والباقي كده مش بولد عادي. يعني بيقول لي انت كده لسه في اللوجيكال تيست بتكتب اللوجيكال تيست. يا باشا ما انا خلصته، ما انا قلت له لو دي اكبر من او تساوي 60. هو مش هيعرف ان انت خلصته الا لما تقول له كما. طب واحده واحده بقى هنا، عشان الكما دي مش ثابته في كل الفيرجنز. ايه يا عم الصعوبه دي؟ مش صعوبه ولا حاجه. هي يا اما كما زي ما هي كده، يا اما سيمي كولن اللي هي دي. سوري، اللي هي دي فاصله اهو. الجهاز عندي مش بيدعمها. طيب فحضرتك هتشوف جهاز حضرتك بيدعم ايه. ايوه اللي هي دي الكاما وفوقها نقطه دي. فحضرتك هتشوف جهازك بيدعم ايه وتعملها. يا عم هشوف منين يا باشا؟ ما الراجل موفر عليك كل حاجه اهو. هل هو هنا ما قالكش كاما بالذات في المربع الصغير ده كده اهو؟ مش هنا كاتب لك كاما الراجل اهو؟ طيب كتر خير، عايز ايه تاني؟ فانت بص تحت كده في الايه، في البار اللي هو الهيلبر بار اللي بيظهروا لك ده، شوفوا كاتب لك ايه. طب لو انت كتبت عكس اللي هو كاتبه لك مش هتشتغل. طيب كمل لنا يا عم ايه الفانكشن كاما. انا كتبت ليه كاما؟ عشان خاطر هو عندي في جهازي في الفيرجن بتاعتي كاما، هو يا اما كاما يا اما سيمي كولون. طيب اعرف منين؟ بص هنا. حلو. ده الشرط بتاعي لو القيمه دي اكبر من. طب هو ايه دي 2 اللي هو كاتبها دي؟ ما هي دي السل اللي انت شاورت له عليه. انت بتقول له لو دي اكبر من 60. حلو قوي. هنعمل ايه؟ هتكتب له قصاده ناجح. طيب انت قلت ايه؟ ناجح. ناجح دي نص مش رقم، صح؟ اي فانكشن في الدنيا مش في الاكسل، في الدنيا هتكتب فيها تكست هتحطه بين دبل كوت، اللي هي شيفت مع حرف الطاء في لوحه المفاتيح يعني. حرف دبل كوت. يعني ايه دبل كوت؟ يعني هتكتب النص تعمل دبل كوت زي كده وتروح كاتب له ايه؟ سكسسفول. فحضرتك هتقول له اس يو سي سي اي اس اس فيول وتقفل الدبل كوت. حضرتك في اول كتابه ليك هتنسى تقفل الدبل كوت، انا عارف ده وهيجيب لك ايرور. ماشي.
كوما. طيب ايه بقى اللي حصل تحت ده؟ نسينا نقراه، استنى تاني. قامت ايه ده؟ بيقول لك فاليو اف ترو. ايه فاليو اف ترو ده؟ حضرتك قلت لي من شويه الشرط لو الراجل ده جاب 60 فيما فوق، قمت انا لك ها هنعمل ايه بقى؟ ها ديت يعني يعني لو جاب نعمل ايه؟ فحضرتك قلت لي ايه؟ اكتب لي قصاده سكسسفول، انه نجح. طب حلو جدا. كلام منطقي جدا يعني بعقلك كده. طب لو ما جابش، لو ما جابش يبقى فاليو اف فولس. فولس يعني غلط، يعني من الاخر لو الشرط بتاعك ده ما اتحققش نعمل ايه؟ فاليو اوف فولس. خلاص يبقى اكيد رسب، فحضرتك هتكتب لي فيل. طيب ما هو فيل دي برضه تكست. طب اكيد حضرتك ما نسيتش ان هي بتتحط ايه؟ بالدبل كوت. الكلام ممل في الاول ولا سيما للناس الايه اللي هي اويل بالحاجات دي، بس صدقني ايه التشويق جاي قدام، فخليك معانا يعني. حلو، قفلت انا القوس. انت اوبا بص، لا سحر ولا شعوذه، كتب لي سكسسفول. بص بقى الاوتو فيل الجميل اللي احنا اتفقنا عليه، دبل كليك قصاد كل واحد. طب الحمد لله، يلا نمشي نمشي. تعالى على طول سيلكت كده وروح على هنا، قول له فلتر او كنترول زد. سيلكت زي ما هي كده، كنترول شيفت ال، حرف ال يعمل لك الفلتر. لو هتلاقيني بعمل شويه اختصارات كده، حاول تلقطها تسرع معاك الشغل. هو بالماوس مش حرام، بس في حاجات كده زي التنقلات بالذات لازم تعرف اختصار. طيب تعال نتست كده الشغل بتاعنا ده صح ولا غلط. يعني انا كده عايز اقول لك تعال نفلتر مثلا على سكسسفول، بس المفروض ما الاقيش هنا، المفروض ما الاقيش هنا حاجه اقل من 60، والا يبقى انا اشتغلت غلط. طب ده انا همشي بقى واحده واحده. ده كتار يا عم. لا يا عم ما تمشيش واحده واحده. حضرتك هتسلكتهم كلهم كده اهو، وهتقوم باصص لي تحت. تحت هنا كده الاكسل اللي بيعمل دي معاك في اي لقطه. طيب تاني نعمل مربع عشان الناس اللي ايه. شايف حضرتك البار اللي تحت ده خالص ده كده؟ يعني انا بقى بدل ما اخدك اقول لك ده اسمه الفورمولا بار، ودوت اسمه الريبون بار، لا انا عايز بقى حضرتك كده. انا دي طريقتي، بدل ما اقعد احفظك انت يا عم خليك انت ما تعرفش الاسم، انا رقم ما اعرفوش مش مشكله. اهم حاجه عندي ان انا بحقق الشغل اهو. فانا جيت بصيت هنا بالمنطق كده، بيقول لك رقم واحد بيقول لك مجموع الكلام ده. الرقم اللي حضرتك شايفه ده 6056، مش عايز المجموع في حاجه. الماكس 96 بالنسبه لي مش محتاجه تشيك بقى حاجه هنا. دي محتاجها قوي، دي اللي بتدلل لي ان انا صح. بيقول لي ان اقل حاجه عندك 60 في اللي انت عامل عليهم سيلكت دول. بس لاحظ انا شلت الثاني، انا مفلتر. ها طيب لا انا كده شغلي صح، لان اقل حاجه هنا 60. جميل جدا. الكاونت بتاعهم عددهم يعني 90، مش محتاجه تشيك بيه حاجه دلوقتي. طيب يا عم اطلع تاني فوق، كنترول باك سبيس، شيل لي بقى ايه، فلتر لي على الفيلد، اعمل عليهم سيلكت تاني من اول وجديد. المفروض الاقي ايه بقى؟ انت المفروض تقول بقى مع نفسك قبل ما اقول لك. المفروض تلاقي هنا ان اعلى حاجه اللي هي الماكس المفروض ما تجيبش 60، صح؟ ليه؟ لان لو في حاجه 60 هنا المفروض يبقى ما نصبش، يبقى الراجل نجح. وهو بالفعل ما فيش حاجه هنا جايبه ايه 60. طيب لو انا كنت، خلينا نرجع على طول. لو انا كنت في الفانكشن من الاول شلت اليساوي دي. انا حاطط لك اليساوي دي عشان اعرفك السنتكس لو عايز اكتب اكبر من او يساوي. يعني لو انا قلت ايه شيل اليساوي، تمام. خلينا فاكرين ان عدد اللي كانوا مناجحين قبل ما نشيل يساوي كانوا 90، وقلت له انت، وعشان تطبق على الكل دبل كليك زي ما حضرتك عرفت. طيب تعالى بقى نشيل الايه، نشوف تاني. شوف الكلام، البرنامج ده اشتغل ولا بيشتغلنا؟ فهاجي مثلا اقول له كنترول 86 قال له 4. واخد بالك اللي يساوي عامل ايه؟ يبقى في كده 4 جايبين 60. تعالى ادي التيست كمان مره اللي انا بعمله دوت. الاكزامبل ابسط من البساطه، بس انا بعرف حضرتك اهميه التيست، لان اللي موجود في السوق كله ما اقصدش حد بعينه والله، ولا اقصد حد، انا بتكلم عن الناس اللي شغاله في شركات. عنده يقول لك ايه يا عم ده شويه تيست، هنعمل تيست. انت ده التيست اهم من الشغل. بص فعلا 4 جايبين 60، حلو جدا. ده بقى حياه الداتا اناليست يا جماعه. اللي انا بعمله ده انا بعمله طبعا على سكيل بسيط جدا، ماشي مفيش مشكله. حلو. طيب نخش على المثال اللي بعد كده. المثال اللي بعد كده بيقول لي ايه، او الرول عندي بتقول ايه. انا سايب بس الحل موجود عشان خاطر يعني من الداتا كتيره، فانا مش فاكر كانت ايه. انا حاطط لك في كل حاجه سؤال. طيب السؤال هنا كان بيقول لي ان لو الاتشيفمنت بتاع الناس دي قد كذا، يعني اكبر من او يساوي 95%،
فالناس دي جاي كويس جود، فغير كده يبقى باد. طيب عرفنا يا سيدي الايه الكرايتيريا بتاعتي، الحاجه اللي انا من خلالها هحكم. حلو جدا. حضرتك بقى قول معايا انا عايز اكتب ايه. لو جايب 95% في كلم نفسك كده، مش هتفهم اي حاجه، مش الفانكشنز بس الا لما تعمل زي ما انا بقول لك كده. لو جايب 95% فيما فوق يبقى هو جود. لو يبقى اف بتساوي اف تاب. حلو. قالت لي هنا ايه، بص هنا جايب لك دي هنا عشان خاطر انت بتكتب هنا، مجرد ما اروح فوق هينقلها لي، رجعت تاني هنا هيجيبها لي. طيب انا من الناس، يعني هو مش قرآن بس انا من الناس اللي ايه اللي بتفضل، هنشيل دي، من الناس اللي بتفضل ان هي ايه تكتب هنا، بيدي العمليه بتدي وسع اكبر يعني، او بتبقى مريحه للعين اكتر. طيب بتساوي اف اللوجيكال تيست. تاني اللوجيكال تيست هو الشرط، هات ورقه وقلم واكتبها كده مش عيب، ده الشرط بتاعي اللي لو اتحقق يحصل كذا، ولو ما اتحققش يحصل كذا. يلا ايه الشرط برضو؟ الشرط ان القيمه اللي في السل ده اهي تكون اكبر من او بتساوي 95%. هتكتب 95% عاديه خالص اهي، لسه دي بولد ولازم تتنها بولد لحد ما اقول له كما. حضرتك هتنسى الكما وانت بتكتب، انا بقول لك اهو، وكله عمل كده في البدايه. تمام تمام. فاليو اف ترو بقى. حلو، الشرط بتاع حضرتك اتحقق، اعمل لك ايه؟ خير، الشرط بتاعي اتحقق. طيب بما ان الشرط بتاعي اتحقق، حط لي قلنا ايه جود. جود دي يا جماعه، جود دي تكست دبل كوت، حضرتك هتنسى الدبل كوت برضه، ما فيش ادنى مشكله، ما عنديش مشكله والله. يبقى احنا نقول له مثلا جي او، او الكيبورد عندي بعافيه شويتين تقريبا مش عارف. ماشي جي او دي ماشي. حلو، امشي اروح استنى. طب لو ما اتحققش اصبر، والله لو ما اتحققش يا باشا يبقى باد اكيد يعني، ما عندناش اختيار ثالث والله، باد. حلو. اقفل القوس، خلي بالك اي فانكشن بتبدا بقوس وبتنتهي بقوس، دي حاجه يعني من ضمن السنتكس. ايه السنتكس ده يا جماعه؟ السنتكس دي اللي هو الدبل كوت، الاقواس، الكما، الكلام ده كله اللي بتوهم من اي حد بيكتب الفانكشن، وبالتالي بتجيب له ايرور. طيب رحت قلت له ايه انتر، بس احنا كتبناها في مكان غلط، ما فيش مشكله، نقول له ايه كنترول اكس ونحطها هنا نقول له انتر. اوبا ماشي ما فيش مشكله. خلينا ناخد دي كده على بعضها، كنترول سي ونرميها هنا كده كنترول في، اكننا كتبناها هنا على الله ما حدش ينخرب وراه. ماشي. واجي من هنا زي ما احنا متفقين هوب على طول. حلو جدا. خلينا بقى تشيك، اعمل تيست بطريقه ثانيه، خليني اجي اعمل سيلكت كله كده، واجي من هنا كده اقول له ايه من 95 فيما فوق. بص الفلتر ده انا الحاجات دي كلها هيبقى لها سيشن ثانيه بس سريعا كده. فانا بقول له ايه عايز افلتر بسرعه، بدل ما اقعد بص انا المفروض هعمل ايه، المفروض هاجي على اي حاجه فوق اقعد ادور هنا كده من 95 من 95 من 95 اهي فيما فوق. طب اسلكت بقى اقعد امشي واحده واحده؟ لا. فانا بقول لحضرتك لا، انا هاجي من الاول كده اقوم جاي له ايه نمبر فلترز، فلتر لي على الارقام دي. طب هو عارف انها نمبر؟ ما هو بيفهم، ما هو فاهم الارقام، هو قاري دي رقم. طيب وقاريها برسنتج كمان، عرفتها منين؟ بص حضرتك فوق هنا كده هتلاقي قاريها برسنتج. حلو جدا، لان انا عامل الفورمات بتاعها برسنتج. طيب فانا بقول له ايه، بقول له حضرتك greater than or equal to، يعني زي اللي انا كتبتها هنا بالظبط greater than or equal to. طيب فانا اقول له greater than or equal to، فانا اقول له ايه 95%، يعني سيب لي الحاجات اللي قد او اكبر 95%، واقول له ايه واقول له اوكي. راح مفلتر لي. المفروض افتح زرار الفلتر هنا، البوتون بتاع الفلتر هنا ما الاقيش باد اصلا، المفروض بص كده مفيش باد، في جود بس. ما انت فلترت. طيب تعالى بقى ايه اعمل العكس، فلتر بطريقه ثانيه وهوب للزان اللي اقل من 95، المفروض تفتح هناك ما تلاقيش الا باد اصلا، باد مفيش ايه مفيش جود لان حضرتك مفلتر. طيب الغي بقى الفلتره كلير فلتر، ترجع تاني باد وجود زي ما هم. تمام. طيب التست مهم، وداله اف مش محتاج اقول انها ايه مهم. طيب عندي الرول هنا، طيب الرول مكتوبه ممكن نمسح على طول الكلام ده ونبدا نكتب الفانكشن من اول وجديد. هنا بقى الرول بتقول لك ايه يا باشا، انا عندي ناس هنا موظفين شغاله، اللي فول تايم واللي بارت تايم واللي كونتراكت واللي اورز. حلو الكلام حلو. فالناس قالت لك ان نزل لهم زياده، اوعدنا يا رب. طيب
فبيقول لك ان الفول تايم من الاخر كل الانواع تنزل 10% ما عدا الاورز 5% بس. استنى بقى ده انت رخم. بدأنا نصعب شويه. طيب انا عايز اقول له كده، انا عايز اقول له زي ما انا قلتها كده بعقل اللاواعي كده، عايز اقول له كله يزيد 10% ما عدا الساعات، او بمعنى اصح لو هو حاجه، بص بنفس اللفظ ده عايز اقول للاكسل كده، لو هنا النوع اي حاجه غير ساعات، لو اي حاجه غير ساعات زودوا 10%. طب لو ساعات زودوا بس 5%. طب هقولها له دي ازاي؟ ده المره اللي يعني المرات اللي قبل كده كان ايه؟ يا اما سكسسفول، يا اما ايه فيلد، يا اما جود، يا اما باد. انت امال هنا هنعمل ايه؟ يخرب بيتك، ده في ثلاثه شبه بعض. واحده واحده بقى معايا. ايكوال، المهم ان انا دلوقتي عارف ان انا هستعمل اف، انا مش عايزك تمشي ورايا ان هي اف وخلاص، لا فكر. المهم هنا هستعمل اف ليه؟ عشان في شرط لازم يتحقق. ايه الشرط اللي لازم يتحقق؟ ان الراجل ده يكون بيشتغل فول تايم. وبعد ما يتحقق هيزيد 10%. طب افرض ما تحققش، يبقى هو اصبح اورز، يبقى يزيد بس 5%. كلم نفسك كده. طيب اف اللوجيكال تيست بتاعي، الشرط ان الراجل ان نوع النوع التايب بتاعه فول تايم. حلو. ان دي تكون بتساوي ايه؟ بتساوي، هكتب فول تايم، هكتبها ازاي يا جماعه؟ هكتبها بين دبل كوت. يلا اكتب. خلي بالك بقى هنا بقى في السبيلنج انا هعمل غلطه هنا، المفروض ما كنتش اقول لك ان اعمل غلطه. ماشي. فانا هقول له ايه؟ فول، لا ثواني، تايم، تي اي ام، هي دي الكيبورد، ام اي. حلو الكلام. لو دي السيل دي فول تايم، فواحد ممكن مثلا يجي في باله كده سؤال بديهي، مش على فكره مش سؤال غبي، يقول لك ايه يا عم ما هو قدامك فول تايم اهي، امال بتختبر فيها ايه؟ ما تكتب قدامه على طول انه يزيد 10%. حلو. وبعد ما اكتب قدامه يزيد 10%، هقعد بقى حضرتك امشي قصاد كل واحد كده، فول تايم 10%، فول تايم 10%، كونتراكت 10%. انا بعمل كده ما انا شايف قدامي ان هو فول تايم فعلا، بس ما انا شايف الايه، الليله الكبيره اللي تحت. انا مش هقعد اجري ورا ده كله. ما هو فايده الاكسل ايه، او فايده اي تول في ايه؟ في الكلام اللي انا بعمله ده. طيب خلص يا عم اللوجيكال تيست بتاعك؟ خلص ان سي 2 كانت بتساوي فول تايم. متاكد ان هي كانت بتساوي فول تايم؟ انا متاكد. ماشي يلا، انا هاخدك على قد عقلك. طيب ماشي يا سيدي، بتساوي فول تايم، اعمل لك ايه؟ زود لي المرتب 10%. العمليه دي عمليه حسابيه، اللي هتيجي دي عمليه حسابيه ابسط من بساطه يا جماعه. انا عايز ازود ده 10%، يعني عايز 10% منه تزيد عليه. يعني ايه؟ يعني انا هضرب ده في السل بتاع السالري ده في 10%. كده زودته 10%؟ لا ده انت كده جبت 10% من المرتب بس، انت كده نقصته. لو سبته على كده يبقى انت نقصته. طيب عامل ايه؟ زائد السل تاني، السالري تاني. فاهم حضرتك؟ يعني هو عايز تحط 10% على الرقم ده. طيب هي ال 10% من الرقم ده كام اصلا؟ ما تجيبها منه، اضربه في 10% وبعدين نرجع نجمع عليه. طيب كاما ان ايه بقى؟ الفاليو اف ترو، يعني لو الشرط ده اتحقق فزوده له 10%. ماشي. طب لو ما اتحققش؟ جيت هنا عطلت. ليه عطلت؟ هيزيد 5%. طب ما كده لو زاد 5% وجيت اعمل الاوتو فيل بتاعي، الله يخرب بيتك، طب ما اللي بعده البارت تايم دوت او الكونتراكت محتاج يزيد هو كمان 10%. فلو عملت على كده هيزودهم بس 5%. لان حضرتك نسيت من الاول. ليه نسيت؟ نسيت ان احنا عايزين نقول له كله يزيد ما عدا، كله يزيد ما عدا. هكتب له الشرط هنا مختلف. يعني من الاخر عايز تقول ايه؟ لو دي لا تساوي، او سوري لو بتساوي hours، كان المفروض حضرتك تقول له لو دي بتساوي hours. في طريقتين لكتابه الشرط هنا. حلو. لو دي بتساوي الاورز بتاعي HOURS، كما زودها لي 5% في 5%. حلو، حلو جدا. كما طيب لو ما بتساويش اورز يبقى بتساوي حاجه تانية. اي حاجه بقى من الحاجات التانية يبقى هتزيد 10%. ما توجعش دماغي بقى، بس انسان نقول له زائد الايه؟ السالري. كام؟ فحضرتك ممكن بعد ما عملت كده تقول له ايه؟ خلاص يبقى السالري في 10% زائد السالري تاني عشان يبقى زاد 10%. يبقى اذا لو دي اورز ساعات هتزيد 5%.
طيب لو هي مش اورز يبقى هي اي حاجه تانية، ما خلاص ما طلع حظي حلو ان الحاجات التانية كلها هتزيد 10% زي بعضها، الحمد لله. اقفل يا باشا كوسك على كده والدنيا زي الفل تمام. اوتو فيل اشتغل. واحد تاني دماغه شغاله شويه او شويتين، فنقول له مثلا انسرت هنا عشان الدنيا تبقى واضحه، ونقول له نيو سالري تاني معلش استحملنا. ونقول له ايه بقى؟ تعال نكتب الشرط. بتقول لي الشرط له طريقتين للكتاب. عايز اقول له لو هو اي حاجه ما عدا بالطريقه اللي دماغي قالها بيها، انا دماغي فعلا قالتها كده في الاول، لو اي حاجه ما عدا الساعات زودوا 10% ما عدا الاورز. طيب ايه ما عدا دي هتتكتب ازاي يعني؟ ما عدا دي كالاتي بتساوي اف لو ده لا يساوي ما عدا، يعني ما هي لا يساوي ما عدا. طب علامه اللا يساوي عامله ازاي؟ عامله كده اهو، علامه اكبر من واصغر من باصين لبعض تمام. لو هو لا يساوي ساعات اتش او يو ار اس كما هتعمل لي ايه؟ هتزوده لي 10%. ما هو لا يساوي ساعات اهو بقى، يعني يساوي اي حاجه من الحاجات الثانيه بتاعتي. حلو جدا، يبقى ده يزيد 10%. يزيد 10% ازاي؟ في 10% زائد السالب الثاني كما. طب لو طلع بقى بيساوي ساعات خلاص، ما انا عارف اللي فيه، هزوده يا سيدي 5%، ما تزعلش، في 5% زائد 5 في المرتب تاني. حلو جدا، هتلاقي نفس الارقام. طيب انا مش مصدقك، مش مصدق ان هي نفس الارقام. بس شيء بسيط خالص، قول له تيست. انا يوميا ما فيش يوم بيعدي عليا في الشغل لما الكلمه دي بكتبها. تيست بتساوي الكولوم ده ناقص الكولوم ده، واقوم جاي اقول له ايه؟ اوتو فيل. واجي هنا كده واقول له ايه؟ فلتر. لو لقيت حاجه غير صفر يبقى انا غلط على طول. فلتر إيه؟ مفيش الا صفر، ده الفانكشن بتاعتي صح. شيل الفلتره تاني زي الفل. وصلت؟ اعتقد وصل، عشان نسيب برضه مساحه. حلو قوي. طب ايه بقى الحاجه اللي انا كنت عايز اعملها غلط وانتوا فلتوا مني؟ لا اعملها برضه. خلينا نجيب نفس ده اهي عشان ما نكتبهاش من اول وجديد. كنترول سي عشان اوري حضرتك، احسسك يعني ايه سينتاكس. كنترول في زي ما هي كده الفانكشن، واجي هنا كده مثلا واقول له ايه؟ ما حصلش حاجه يا عم، استنى استنى، هنسمي ده تيست تاني. حلو، ونقول له هنا انسرت هنضل تيست بقى، ماشي مش مشكله. حلو، وهنقول له ايه؟ بتساوي اي واحد بقى من دول، ما ده هو ده، بتساوي ده ناقص ده. انا متوقع ان الخطا هيكون في الاورز، في الساعات. شايف حضرتك السوالب اللي ظهرت دي سالب؟ ليه بقى؟ انا متاكد ان كلهم في الاورز لاني كاتب اورز غلط، وانا قاصد اكتبها غلط. طيب ورينا يا عم، احنا لسه مش فاهم انت بتقول ايه. اقول لك بقول ايه. طيب تعالى بقى على اورز كده، او تعالى على الحاجات اللي فيها غلط من الاول عشان نبقى بنتشيك صح. اي حاجه ما عدا الصفر، فانا عايز اقول له ايه؟ does not equal. بص الفلتره هنا هتبقى ايه؟ هات اي، بص انا بسرع على نفس الشغل ازاي، كان ممكن افلتر بكذا طريقه ثانيه بس بالتالي ما فيش اسرع من دي. اي حاجه does not equal، اي حاجه غير الصفر. فجاب لي كل السوالب زي ما حضرتك شايف، ما فيش صفر. حلو، انا متاكد لما اروح ادوس على البوتون بتاع ده مش هلاقي غير الاورز. بص مش هلاقي غير الاورز، ليه؟ لان هي اللي فيها الغلط. ليه بقى؟ اقول لحضرتك ليه. تعالى بقى شوف السنتكس اللي حضرتك كاتب بيه الكولوم ده. طيب نفك بقى الفلتره، خلاص عرفنا اللي فيها. تعال نشوف السنتكس. حضرتك جيت بعد حرف الاس ده وعملت سبيس، في حين ان كلمه اورز اللي مكتوبه هنا مفيش اس بقى، مفيش سبيس بعد الاس. فدي بقى حاجه من ضمن الحاجات الداتا كليننج اللي مهمه جدا، لازم تاخد بال حضرتك منها. فممكن يكون السيستم مطلع لي ايرور، زي فور اكزامبل حاجه حصلت معايا انا شخصيا. شخص ما في الشغل عندي اسمه حاجه اسامه، اسمه ولد اسامه. اسامه السيستم مره خرجها لي بالاو، ده مثال عملي والله حصل معايا، ومره خرجها لي باليو. جيت اعمل برفورمانس للراجل لقيته في حاجه جايب 40% وفي حاجه ثانيه جايب مش عارف 53% ولا جاي ولا مش يعني، ما علينا، جايب حاجه و50%. انت متخيل وصلك احساسي؟ فانا بقى عندي شخصين بقيمهم، والشخصين البرفورمانس بتاعهم في الارض. ليه؟ عشان خاطر اصلا هم شخص واحد.
فهي دي الفكره اللي بقول لحضرتك فيها. فمثلا سبيس هنا، مش عارف سبيس هنا، مش عارف سبيس في الاول خالص، كل الكلام ده بقى ده الكليننج بقى اللي حضرتك مطالب ايه تعمله. تمام. تمام. طيب هيجي عند حضرتك ايه تاني كده؟ فهمنا الحته دي، واللي يهمني فيها ان حضرتك عرفت حته ما عدا دي بتتكتب ازاي، اللي هو لا يساوي. حلو جدا، ماشي. انسرت عشان ايه الشيت يتن نضيف كده لما نرفعه لحضراتكم، والدنيا تمام. جميل، يبقى كده عندي دي الفانكشن بتاع اف. تاني سريعا، لوجيكال تيست الشرط كوما او سيمي كولون. تاني شوف جهازك بيدعم ايه، ثم الشرط بتاعي. الشرط بتاعي ده ممكن يكون في عمليه حسابيه، ما هو قدام حضرتك اهو. عمليه حسابيه دي ولا مش عمليه حسابيه؟ عمليه حسابيه. ضرب ثم جمع. ولو عايز اعمل حاجه، لو كان العمايل غير كده كنت هعمل. المهم ده اكزامبل ان في عمليه حسابيه اتعملت. حلو كده، حلو جدا. طيب خلصت اف، نقدر نقول خلصت اف مبدئيا. ايه ده مبدئيا؟ تناوي على ايه؟ هنشوف ناويين على ايه. خلينا مثلا في بعد كده، تعالي نستد اف. ايه يا عم نستد اف تقول ايه؟ المفروض ما كنتش اقول لك ان هي نستد اف، بس يلا. طيب خلينا ناخد الرول الاول. الرول هنا بتقول ايه يا جماعه؟